هو احنا ليه بنقول على حاجة مستحيل انها تحصل ان ده في المشمش؟ يعني ليه ما نقولش ده في العنب او ده في الفراولة؟ ماله المشمش؟ في قصتين. القصة الأولى بتقول إن في بلد اسمها العمار، ودي تابعة لمحافظة القليوبية، وهي مشهورة جدا بزراعة المشمش. فوقت الموسم ده البلد بيبقى عندها حالة من الرواج الاقتصادي، فأي حد بيبقى عايز إن هو يشتري بيت أو قطعة أرض أو يجهز ولاده بيأجلها ويقول أنا هعمل الكلام ده كله في المشمش علشان يكون معاه فلوس. بس طبعا لأن موسم المشمش بيبقى قليل جدا فمش بيلحق يعمل كل اللي هو عايزه في الوقت القليل ده. القصة التانية بقى قالها أحمد أمين في كتابه قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية، وقال إنه كان في راجل غني جدا بس فقد كل ثروته فبقى فقير وقعد في الشارع. قابله راجل فقير ولما حكى له قصته صعب عليه جدا، فالفقير قرر إن هو ياخد الغني معاه البيت ويضيفه، وجاب له ساعتها كيلو مشمش. فلقى إن الراجل أكل مشمشاية في التانية ووقف على كده، فالفقير اتبسط وقال طب كويس، ده شكله إن هو مش بياكل كتير وأنا كمان الفلوس اللي معايا على القد. فتاني يوم لما ضيفه جاب له عنب، بس المرة دي جاب له عنب قليل، فلقى إن الراجل نزل على العنب الله ينور لحد ما قرب يخلصه. فالفقير قال له بالراحه كل واحده واحده زي ما عملت امبارح. فالغني قال له لا، ده في المشمش، لان المشمش حبايته كبيره وفيها بذره فبيتاكل واحده واحده، انما العنب حبايته صغيره فبيتصفى على طول. انتوا بقى مقتنعين بانهي قصه اكتر؟